في أمراض بتخلي الأطفال مفاصلها تورم، مفصل واحد أو أكتر من مفصل بدون وجع. الطفل ما بيشتكيش بوجع. يا ترى ده معناه إيه؟ وإيه الأمراض دي؟ وإمتى أطمن؟ وإمتى أروح أزور الدكتور فورا؟ كل ده هنعرفه النهاردة مع الدكتور أحمد عبد الغني أبو سعدة، أخصائي أمراض الروماتيزم والمناعة والتأهيل الحركي. أهلا يا عزيزي. في أمراض كتير ممكن تصيب الطفل وتخلي عنده مشكلة تورم في مفصل أو أكتر من مفصل، سواء مفصل الركبة أو مفصل الأنكل أو مفصل الفخذ أو مفاصل الكف، سواء المفاصل الصغيرة خالص اللي هي بين العقل أو المفصل بتاع الريست نفسه. كل المفاصل ممكن تبقى بتصاب بتورمات. في نفس الوقت الطفل ما بيشتكيش بوجع. يا ترى إيه المشكلة اللي ممكن تعمل كده؟ الحقيقة إن في مشاكل كتير جدا ممكن تتسبب بتورمات في المفاصل بس بدون ألم. دي امراض المفروض نركز معاها وناخد بالنا منها ونتابعها لو ظهر في اعراض معينه مصاحبه ليها، او ممكن يبقى العرض الوحيد هو تورم في مفصل وللاسف مخبي او عامل ماسكينج بيقنع تحته او بيخفي تحت منه مشكله كبيره جدا. فلو انا مركز مع ابني واكتشفت ان في تورم في مفصل، هتابعه واعرف ايه الامراض اللي ممكن تبقى بتصاحب التورم بتاع المفصل ده، بحيث اقدر ابلغ تاريخ مرضي واضح للدكتور لما ازوره. أول مرض وأشهر مرض بيعمل مشكلة تورم المفصل بدون ألم عند الأطفال هو مرض اسمه التهاب العظام الغير جرثومي. إن العظام بتصاب بالتهاب مناعي ولكن بدون أي ميكروب. اسمه بالإنجليزي لأن أنا انطلب مني من بره مصر إن يبقى فيه تشخيص بالإنجليزي بجانب الحديث عن الموضوع يعني. المرض ده اسمه كرونيك ريكارنت مالتيفوكال اوستيومايلايتس. المرض ده بيحصل إن فيه التهاب بيصيب العظام وفي نفس الوقت بيبقى بدون اي بكتيريا او ميكروب. اتفقنا؟ اكتر عظام بتصاب بالموضوع ده هي القصبة او الترقوة او حتى العمود الفقري وممكن عظام الكوع. طيب بيحصل التورم وفي نفس الوقت بدون آلام. طب دي حاجة تقلق؟ طبعا انا لازم اجري بيه على الدكتور عشان اوصل بالتشخيص المناسب اني اخد علاج مناسب. العلاج بتاعه علاج بسيط جدا، مضادات التهاب. مضادات الالتهاب هتساعد ابني انه يتحسن من المرض ده وانه يخلص منه، وفي نفس الوقت الولد يستعيد نشاطه. لو سيبناه هتحصل مشاكل كتير جدا، منها ان العظام بتتاكل والمفصل نفسه هيتشوه. تاني مرض ممكن يعمل المشكله دي هو مرض اسمه الجي او التهاب المفاصل المناعي اليافعي، جوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس. المرض ده فيه منه انواع بتصيب الاطفال بطريقه صامته، بطريقه ما فيش فيها الم. بيبقى فيه تورم، بيبقى فيه تيبس في الصباح ان الطفل ما بيقدرش يحركه بالكامل، سواء يفتح رينج الحركه بتاعه، فبالتالي ده بيبقى نوع من انواع التهاب المفاصل المناعي. الموضوع ده لو استمر لاكتر من 6 اسابيع بدون اي تحسن وممكن يبقى بدون الم، ده معناه ان انت محتاجه تزوري دكتور الروماتيزم بتاعك. ثالث نوع ممكن يعمل المشكله دي برضو هو الذئبه الحمراء لما بتصيب الاطفال، اللي تشايلد اونست اوف سيستميك لوبس اريثيماتوزس. ده برضو من ضمن الامراض اللي ممكن لما يصيب الاطفال بيعمل مشكله التهاب في المفاصل، وفي نفس الوقت التهاب المفاصل بيبقى صامت، بيبقى معاه اجسام مضاده لمكونات النواه، وفي نفس الوقت بيظهر معاه طفح جلدي، خصوصا طفح جلدي على شكل الفراشه بيبقى موجود على الوش. وفي نفس الوقت لازم شرط اساسي فيه ان ما يكونش فيه احمرار على حاجه اسمها الثنايا اللي بين الخدين. الثنايا دي ما بيجيش فيها الطفح الجلدي. الطفح الجلدي يبقى موجود على شكل الفراشه كده على الخدين بس. تمام؟ وده للاسف ممكن يبقى معاه تجلطات وممكن يبقى معاه نزيف. يعني في بعض الاوقات ممكن يبقى معاه تجلطات وفي بعض الاوقات التانية ممكن يبقى معاه نزيف. طبعا بيعمل مشاكل كتير، اولهم هي التهاب الاوعيه الدمويه. من ضمن الامراض اللي بتعمل نفس المشكله برضو وهو امراض دمويه. امراض دمويه زي سرطان الدم، الليوكيميا، بيبقى فيه هجوم صامت على المفصل، فبالتالي بيحصل تورم وبدون الم. من ضمن الامراض اللي بتعمل مشكله تورمات المفاصل بدون الم هو فقر الخلايا المنجليه او السيكل سيل ديزيز. عندنا في الاطفال تحت ال5 سنين عظام الصغيره اللي هي بتاعت الاصابع بتساهم في انتاج كرات الدم، فبالتالي لما بيبقى عندنا مشكله زي فقر الخلايا المنجليه او السيكل سيل ديزيز، الخلايا دي بتتحول منظرها من الصوره الطبيعيه للصوره المنجليه.
فبالتبعية الخلايا دي لما بتتشوه بتسد الشرايين اللي موجودة في الأصابع، فبالتالي بيحصل التهاب في الإصبع بالكامل، يبقى ليها شكل مميز جدا، والصباع ده بيورم جدا، وممكن يبقى بألم رهيب وممكن يبقى بدون ألم خالص. ايه اللي بيصاب فيها؟ أصابع اليد وأصابع القدم. في أمراض تانية برضو ممكن تصيب المفاصل بالتورمات بدون أي وجع، وهي الأمراض اللي فيها مرونة زيادة، إن بيحصل هايبر موبيليتي، إن الطفل بتلاقي فيه المفاصل بتتحرك برينج أكتر من الطبيعي. في امراض ممكن زي مرض اسمه ايلر دانلوس سندروم، وده مرض بيبقى فيه جين متاثر او ناقص. الجين ده مسؤول عن تكوين الكولاجين. الكولاجين ده بيبقى موجود في الاربطه، وبيبقى موجود في المفاصل، وبيبقى موجود في الاوتار. فلما بيحصل تشوه للمفاصل والاربطه والاوتار بسبب نقصه، بتلاقي الرينج بتاع الحركه بتاع المفصل للطفل بقى فيه رينج مفتوح اكتر من الطبيعي، فبالتالي ممكن يحصل تورم بدون اي الم. بالنسبه لايلر دانلوس سندروم ده بيبقى معاه ان الجلد بيبقى ناعم جدا وسهل قوي ان هو يتجرح. وفي نوع تاني من مشاكل المرونه دي بيبقى حميد، بيبقى بس مجرد ان الطفل عنده ان الاربطه فيها ليونه زياده عن اللازم، ده بناين هايبر موبيليتي، نوع حميد جدا من المرونه الزايده. فبالتالي ما بيبقاش ليه مشاكل قد كده، بيبقى بس كل علاجه علاج طبيعي مش اكتر من كده، تقويه للعضلات. طيب امتى انا اقلق واخاف واروح ازور دكتور بالمشكله بتاعه تورم المفصل بدون الم عند الطفل؟ اول حاجه لو الموضوع طول عن اسبوعين، ان الطفل عنده ورم في مفصله اكتر من اسبوعين وما بيتحسنش ومفيش الم وابني بيتحرك طبيعي، فلازم ازور الدكتور. تاني حاجه لو التورم بتاع المفصل ده بدون الم وبيصاحبه ان يبقى فيه طفح جلدي او احمرار في العين، او الطفل بيشتكي من عينيه. تالت نقطة ان الطفل اتأثر بدرجة نقصان للوزن مفاجئ، ان الطفل فقد شهيته، ما بقاش بياكل، ان الطفل خس مرة واحدة. طبعا احنا ما قلناش كل الامراض اللي ممكن تصيب المفاصل بتورم بدون الم، يعني في امراض تانية كتير ممكن تعمل نفس المشكلة، ولكن هي نادرة جدا في الحدوث. في امراض زي جوتشر سندروم، زي ميوكو بوليساكرايدوزز، في امراض زي بلاو سندروم اللي هو ساركيدوزز. طبعا بعد ما عرفنا ان في مشكله اسمها تورم بدون الم في مفصل معين او في المفاصل عموما، لازم نزور الدكتور، خصوصا في الحالات اللي قلنا عليها ان الموضوع يبقى اكتر من اسبوعين، ان التورم يبقى اكتر من اسبوعين، وان يبقى فيه معاه احمرار او في العين، او يبقى فيه طفح جلدي، او يبقى المشكله ان في نقصان في الوزن. نركز جدا مع ابننا في النقطه دي بالذات، وخصوصا لو معاها مشاكل تانية. بعد ما عرفنا ان في امراض كتير ممكن تعمل مشكله تورم المفصل بدون الم، اكيد مش هنفوت مشكله زي دي لو حصلت في الطفل لا قدر الله، ولازم نهتم بيها. فكره ان يحصل تورم للمفصل بدون الم ومعاه اي اعراض تانية لازم ابقى مركز فيها مع ابني، بحيث اقدر ابلغ التاريخ المرضي الصح للدكتور اللي انا بزوره. اتمنى ليكم السلامه، واتمنى لاطفالكم السلامه، في امان الله وفي رعايه الله. شكرا.